يا مساء الفل. النهاردة هنخلل الليمون مع بعض بطريقتين، طريقة هناكلها بعد شهر وطريقة هناكلها ان شاء الله في رمضان. اللي يعجبه الفيديو يدوس لايك واشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وان شاء الله اقدم لكم كل جديد. المكونات هنا هنجيب كيلو ونص ليمون، هنقيه اصفر والقشرة بتاعته تكون ناعمة بقدر الامكان. ده كيلو ونص. انا غسلته كويس قوي وبعدين حطيته في الحله اللي انا هحطها على البوتاجاز، وحطيت عليها ميه عاديه خالص من الحنفيه. ما ينفعش نحط ميه مغليه عليه، لان لو حطينا ميه مغليه هيجلد. وحطيت هنا ربع معلقه بيكربونات الصوديوم، دي هدفها عشان تحافظ على لون الليمون، تخليه على طول من اول ليمونه لاخر ليمونه مزهزه. بعد ما يغلي، بعد غليانه ب5 دقايق بالظبط انا هطفي عليه وهشيل الليمون، هشطفه وهحطه في ميه نظيفه. هسيبه بقى لتاني يوم الصبح، يعني انا العمايل دي عملتها بالليل. هنا بقى خلاص انا جيت الصبح، خلاص هبتدي احضر بقى ربع كوباية ملح وعصفر ونص معلقة حبة البركة ومعلقة كركم، دول هضيفهم مع بعض. طبعا هنا ده فلفل مقطع، اللي عايز يحط فلفل يحط، اللي مش عايز خلاص دي اختياري. والليمون طبعا انا شطفته وصفيته وهنبتدي نحشيه مع بعض. هنقلب الخليط ده مع بعض، وهكون محضرة برطمانين لازم يكونوا متعقمين وناشفين، يعني لازم يكونوا ناشفين مفهومش نقطة مية، ويكون الغطا بتاعهم كويس، يعني الغطا بتاعهم بيقفل حلو قوي. هبتدي ليمونة ليمونة انا هقسمها كده مش للاخر، يعني هفتحها وهبتدي احشي بيها الخلطة وهحط في البرطمان. هنا انا غيرت السكينة لان الليمون فعلا بالسكينة المنشار افضل كتير. هعمل الكمية دي كلها وهبتدي احط الليمون برضو معاها الفلفل. عملت خلاص البرطمانين زي ما انتم شايفين، واحد هقفله وهركنه، ده اللي ان شاء الله اللي هناكله في رمضان. زي ما انتم شايفين هو بينزل صوص كده من تحت، هو ده اللي هيخلل الليمون، بس لازم اقفله كويس قوي. التاني انا حطيت في قلب الطبق اللي كان فيه العصفر والملح والكركم وحبة البركة مية ومعلقة ملح، وقلبته كويس قوي وهبتدي اغطي الليمون بيه. ده البرطمان التاني زي ما انتم شايفين كده، هغطيه كويس وهقفله كويس قوي وهرجه كده رجة خفيفة وهركنه. ده اللي انا هاكله بعد شهر، اللي فيه المية هيتاكل بعد شهر. التاني اللي انا ما ضفتش عليه اي حاجة ده اللي هيتاكل في رمضان ان شاء الله. طريقتين سهلين جدا جدا جدا، وبيطلع بصراحة معاكو تحفة، يعني بيكون الليمون المخلل ناجح 100%. ما تنسوش اللايك.